السلام عليكم. في أمسية كروية ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير المغربية، ليلة حبست الأنفاس وتجسد فيها معنى الانتماء والروح الوطنية وسط صراع كروي عنوانه الصبر والقوة الذهنية. حقق أسود الأطلس فوزا تاريخيا ومستحقا على نصور نيجيريا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، ليحجزوا بطاقة العبور إلى نهائي كأس إفريقيا 2026 بعد مباراة نصف نهائي اتسمت بالقوة والذكاء التكتيكي والعزيمة التي لا تلين، في مباراة كانت مغربية أداء وروحا رغم عناد النتيجة. فمنذ صافرة البداية دخل المنتخب المغربي المباراة بثقة الكبار، منظم الصفوف واضح الهوية، مدعوما بروح جماعية عالية عكست نضج جيل آمن بقدراته ولم يرهبه ثقل المنافس. فمنذ الدقائق الأولى فرض أسود الأطلس سيطرتهم على مجريات اللعب، حضور بدني قوي، استحواذ ذكي، ضغط عال وتنويع في الحلول الهجومية، مما أربك الدفاع النيجيري وحاصره في مناطقه لفترات طويلة. نعم، المغرب لعب بثقة منتخب يعرف ما يريد، وقدم واحدة من أكثر مبارياته نضجا وانضباطا في البطولة، ولكن رغم الفرص المتتالية والتألق اللافت للاعب الخط الأمامي، لكن الكرة ترفض معانقة الشباك النيجيرية، إما بتدخلات دفاعية أو سوء حظ عاند المغاربة في اللمسة الأخيرة. في المقابل بدا المنتخب النيجيري حذرا مكتفيا بالدفاع والرهان على المرتدات، وحاول فرض قوته البدنية وسرعته المعتادة، لكن الصلابة الدفاعية المغربية والانضباط التكتيكي أجهضا محاولاته. والنجاح الحقيقي في اللقاء هو السيطرة المغربية على وسط الميدان، حيث نجح اللاعبون في كسب المعارك الثنائية بعقولهم قبل أقدامهم، فاختنق النسور الخضر وتراجع بريقهم، ففرض الأسود إيقاعهم، مما فتح المساحات وأربك الدفاع النيجيري، لكن الكرة أبت أن تقول نعم للمغاربة. ومع امتداد المواجهة إلى الأشواط الإضافية لم تتغير الصورة كثيرا، المغرب يهاجم، يناور، يبحث عن هدف الخلاص، فيما تتواصل المعركة البدنية والذهنية في واحدة من أكثر مباريات البطولة قوة وتوترا. 120 دقيقة من الصراع، من العرق، من الصبر ومن الإيمان بالقميص. تعادل سلبي على الورق، لكنه كان تفوقا مغربيا في الروح والسيطرة والشخصية. مباراة فرض فيها الأسود سيطرتهم وأكدوا تفوقهم أداء وتنظيما وإصرارا. وعندما وصلت المباراة إلى لحظة الحقيقة، لحظة الحسم، ركلات الترجيح، اللحظة التي لا تحبها القلوب الضعيفة، لحظة الأبطال ولحظة الحراس الكبار، وهنا ارتدى ياسين بونو عباءة البطل ولبى نداء الوطن، نداء 40 مليون مغربي. دخل هادئا كمن يعرف النهاية قبل بدايتها، وقف ياسين بونو كجدار منيع، شامخا كحارس يحمي حلم وطن بأكمله، وقف بثبات وأعصاب من فولاذ، عينان تقرآن النوايا وقفازان يكتبان فصلا جديدا من المجد. تصدى لركلة، للثانية ببراعة، كل كرة ضائعة كانت خطوة نحو الحلم، تصديات من ذهب وركلات ترجيح حسمها الأسود بجرأة الأبطال، ليقودوا المغرب نحو الانتصار ويشعلوا فرحة شعب لا يعرف إلا الفخر بأسوده، بعدما أطاحوا بعملاق القارة نيجيريا، ليبلغوا النهائي بجدارة واستحقاق في مباراة كانت عنوانا للروح والقوة والإصرار. فصافرة النهاية لم تكن مجرد صوت، بل كانت دمعة فرح وصلاة وزئير شعب كامل. هذا الفوز لم يكن مجرد انتصار في مباراة، بل رسالة قوية بأن الكرة المغربية باتت رقما صعبا على الساحة الإفريقية، وأن الوصول إلى الأدوار النهائية لم يعد صدفة،
بل نتيجة عمل طويل، تخطيط محكم، وإيمان بقدرات اللاعبين، وأن هذا الجيل جاء ليصنع التاريخ لا ليكتفي بالمشاركة. بهذا الإنجاز يضرب المنتخب المغربي موعدا مع التاريخ في النهائي، حاملا آمال شعب كامل يؤمن بأن الحلم هذه المرة أقرب من أي وقت مضى، بطموح جيل يريد كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجل الكرة الإفريقية. نعم، بونو يتألق، المغرب يعبر، والحلم الإفريقي يتواصل، والتتويج قريب إن شاء الله. في أمان الله.